السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إزيكم يا أغلى وأحلى أخوات في الدنيا، يا رب دايمًا بخير وبيوتكم دايمًا كده تكون مليانة بالخير والبركة. وحشتوني جدًا، جدًا، النهارده رجعت لكم بفيديو بُصّوا فيديو قوي جدًا، فيديو كده يعتبر يعني من العيار التقيل. النهارده ده اليوم ال48 في عمر الفراخ الساسو الشِفر. زي ما أنتم شايفين كده ما شاء الله يعني اللهم بارك، الحجم حلو جدًا. فالنهارده بقى يا جماعة بُصّوا، أنا هاقول لكم على خلاصة الدورة عشان دي كده النهارده إن شاء الله نهاية الدورة بتاعتنا، وهاقول لكم كمان على سر أكبر مزارع التسمين اللي بيخلّي الفرخة الساسو بقى تشيل لحم بسرعة وتعمل وزن عالي. بُصّوا بتنافس كده الفراخ البيضا في سرعة التحويل، يعني تحويل بسرعة وصفة ممتازة، ممتازة بقى يا جماعة. الوصفة دي اللي بتعتبرها المزارع الكبيرة هي تعتبر منشّط نمو طبيعي، رافع مناعة، منشّط كبد، وكمان هاوزن معاكم النهارده الفراخ اللي قدّامكم دي وهنشوف الميزان. بس خلّيكم معايا للآخر عشان في تفاصيل كتير مهمة وخلطات حلوة أوي، أوي في خلاصة الدورة النهارده أنا عملتها معاهم، فهتفرق أوي في الوزن وهتعجبكم جدًا إن شاء الله، يعني حلقة النهارده وفيديو النهارده هيعجبكم جدًا، خلّيكم معايا كده للآخر. بس قبل ما نروح للميزان لازم نعرف إحنا وصلنا لكده إزاي. يعني عايزة أقول لكم إن التربية طبعًا مش مجرد علف ومَيّة، التربية تعتبر أساس صح. فأنا هاقول لكم خلاصة الدورة كده في عجالة وسريعًا وأقول لكم أنا عملت معاهم إيه، بس خلّينا الأول نذكر الله ونصلّي على الحبيب المصطفى، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. وكمان يا جماعة اللي مش مشترك عندي في القناة ومهتم بالنوعية دي من الفيديوهات وتربية الطيور، فاشتركوا معايا في القناة وفعلوا زر الجرس للكل عشان يوصلكم إشعار بكل الفيديوهات الجديدة، وكمان ما تنسوش تدعموا القناة والفيديو بلايك وشير كتير عشان ناس غيرنا تستفاد. خلّينا بقى كده نقول بسم الله. بُصّوا يا جماعة، أنا استقبلت الفراخ دي زيّهم زي الأبيض بالضبط، يعني السَسْو يا جماعة بيحتاج تدفئة واهتمام في الأول، يعني لازم برضه تدفئة زيّها زي الفراخ البيضا. استقبلت على كيس محلول معالجة الجفاف لمدة من 8 ساعات ل12 ساعة كده، عشان أعوّضهم طبعًا عن أي إجهاد هُم جايين فيه في الطريق. بعد ما خلّصتها ل12 ساعة، رفعت المَيّة وغسلت السقاية ونزلت بالعسل الأسود معلقة كبيرة على لتر المَيّة علشان بيفتح شهيتهم، وكمان هو كُلّه فيتامينات وأملاح معدنية، فيعني العسل الأسود برضه ممتاز جدًا، جدًا. لو أنتم مش عايزين تستقبلوا على محلول معالجة الجفاف أو مش موجود عندكم يعني مش متوفّر، تقدروا تستقبلوا على معلقة كبيرة من العسل الأسود لمدة 12 ساعة، وارفعوها وانزلوا بمَيّة بيضا، ومن تاني يوم بنبدأ بقى بالمضاد الحيوي المعوي والتنفسي، يعني أنا تاني يوم بدأت بالمضاد الحيوي المعوي والتنفسي لمدة 3 أيام، وده ضروري جدًا على فكرة عشان الفرخ يبدأ معانا نضيف، يعني يبقى من غير أي أمراض نهائي، زيرو أمراض زي ما بيسموه يعني، لأن هو ممكن يكون جاي مريض نتيجة للنقل أو في المعمل أو من الأم من البيضة يعني. أحيانًا كتيرة جدًا بيبقى جاي تعبان، فإحنا بنختصر الموضوع ده كلّه وبندّيهم لمدة 3 أيام 12 ساعة المضاد الحيوي المعوي والتنفسي ده من تاني يوم، عشان تبقى معانا الفرخة كده كأننا بالضبط مستقبلينها نضيفة جدًا ما فيش فيها أي حاجة خالص. بعد كده بقى من بعد أول أسبوع أنا بدأت معاهم بقى الخلطات الطبيعية، بُص أنا ما بادّيش أدوية تانية يا جماعة خالص وباقف لحد هنا. إلا طبعًا لو احتاج للضرورة القصوى يعني. فأنا بادّي بقى خلطات الخلطات الطبيعية، عملت لهم خلطة البصل والثوم والليمون والخل، دي بقى يا جماعة بُصّوا صيدلية، مضاد حيوي طبيعي و وكمان فاتح شهية ورافع مناعة ممتازة. دي كنت باعملها مرتين في الأسبوع. وبعدين من بعد عُمر ال21 يوم بدأت أحط لهم الشطة على البصل على العلف، يعني أقطّع كده بصلاية أو أفرمها وأحط عليها معلقة شطة وباقلّبها على العلف، وكنت باعملها لهم مرتين في الأسبوع. وما تخافوش يا جماعة الشطة دي بتطهّر الأمعاء وبتخلّي الفرخ يزحف في العلف، والوزن كمان بيرمي معانا جدًا، يعني وبتحسّن الهضم وممتازة جدًا وبتمنع الإسهالات، يعني لو في أي مشكلة في كوكسيديا أو حاجات زي كده هي برضه الشطة تعتبر من الوقاية من موضوع الإسهالات. خلاص، تعالوا بقى دلوقتي كده الأول نطلع بقى على الميزان عشان عايزة أورّيكم كده أوزانهم، وبعدين نكمّل وأقول لكم بقى الخلطة السحرية بتاعة المزارع الكبيرة، بس خلّينا الأول كده نشوف الميزان. بُصّوا يا جماعة جِبنا أهو فرخة ساسو، هو ده ديك، تعالوا كده نشوف الوزن مع بعض عامل إيه. بُصّوا اللهم بارك ما شاء الله لا قوة إلا بالله، عامل 2 كيلو و400 جرام ولسه ما كمّلش 50 يوم. يعني ده 48 يوم بالضبط، أنتم متخيلين ده لو اتساب بقى لل60 يوم هيعدّي فوق ال3 كيلو، الساسو الشِفَر ده يا جماعة فرز أول وهو ده اللي بيفرق، لو الفرخ مش جودة عالية مهما تعملي عمره ما هيدّيكِ الأوزان دي، خلاص؟ تعالوا بقى نشيل الديك ونوزن بقى فرخة، لإن طبعًا أنتم عارفين إن دايمًا الديك بيبقى سبّاق عن الفرخة. وحطيت الفرخة أهو على الميزان، تعالوا بقى نشوف الوزن بتاعها قد إيه، بُصّوا أهي هي كيلو و850 جرام بالضبط، يعني 2 كيلو إلا 150 جرام. طبعًا الديك زي ما قُلت لكم هو دايمًا بيسبق،
وأنا دايمًا باقول بقى بصراحة يا رب الدورة تطلع كلّها ديوك، عشان الوزن الجميل اللي أنتم شُفتوه في الديوك ده. بس يعني الحمد لله الأوزان دي في 48 يوم، فدي ممتازة جدًا. وكمان على فكرة عشان تبقوا عارفين الساسو كمان ممكن يكمّل معاكم لعُمر ال70 يوم وبيوصل لأوزان خرافية. بس أنا محتاجة الحقيقة إن أنا أدبح النهارده، عشان أنا خلاص ما عنديش فراخ، فالحمد لله أنا راضية جدًا عن النتيجة، لكن أنا لو سِبتهم طبعًا الوزن هيعدّي عن كده بكتير. تعالوا بقى للسر اللي كلّكم مستنيينه، هي الوصفة الجبارة المعتمدة، ركّزوا معايا بقى عشان الوصفة دي بتتحط على العلف وعلى المَيّة، يعني بنعمل في نفس الوقت يعني بنحط حاجات على المَيّة، وبنحط كمان حاجات على العلف. خلّينا الأول كده نقول الحاجات اللي على المَيّة المشروب السحري ده هنعمل إيه، هنغلي حلبة حصى وهنغطّيها يا جماعة وهي بتغلي علشان الزيوت الطيارة ما تضيعش منها، ونسيبها لمّا تبرد خالص، لمّا تبرد خالص هنزوّد عليها معلقة كبيرة عسل أسود، وهنقلّبهم ونضيف منهم بقى من المَيّة بتاعة الحلبة بالعسل دي على المَيّة بتاعتهم اللي هم بيشربوها. عايزة أقول لكم ده مشروب ممتاز، بُصّوا بينفخ الفراخ وزن، يعني الحلبة بتزوّد الوزن بشكل رهيب جدًا، والعسل الأسود نفس الحكاية، ده منشّط كبد ولمّا الكبد بتاعهم كمان بيكون كويس فالوزن بتاعهم بيزيد بسرعة، ومليانة فيتامينات بتفتح الشهية وبتزوّد الوزن بشكل مش هتتخيلوه، فالحلبة ممتازة بتزوّد الوزن جدًا، جدًا وبسرعة. طب تعالوا بقى على العلف، هنحط إيه بقى على العلف في نفس الوقت برضه اللي إحنا هنحط لهم فيه المشروب ده. نيجي بقى على العلف، العلف إحنا هناخد حَبّ الحلبة اللي إحنا غليناه ده إحنا مش هنرميه، ما بنرميهوش، هنحط عليه معلقة كبيرة زبادي، الزبادي طبعًا ممتاز جدًا، جدًا لإن هو كُلّها بكتيريا نافعة بتحسّن الهضم بشكل رهيب يعني بيستفادوا من كل فتفوتة علف كده بياكلوها. فهنحط على الحَبّ ده معلقة كبيرة من الزبادي ورشّة خميرة بسيطة، خميرة جافة أو لو عندنا الخميرة من الفرن، بس عايزة أقول لكم على ملحوظة مهمة، الخميرة لو كترت بتعمل إسهالات جامدة يا جماعة، فإحنا ما بنحطش كمية كبيرة، إحنا بنحط بس كمية صغيرة، لإن برضه الخميرة معروفة برضه إنها بتفجّر الأوزان، بتزوّد الوزن بشكل رهيب، بس لازم برضه نحافظ لإنها برضه بتزوّد البكتيريا النافعة، بس برضه لازم نحافظ عليهم من الإسهالات، فإحنا هنحط يعني كمية بسيطة علشان ننشّط البكتيريا النافعة، بس تاخدوا بالكم لو في إسهال يا جماعة يعني تلاحظوا قبل الوصفة دي إن ما يكونش في إسهال، نعالج الأول وبعد كده نعمل الوصفة دي. تعالوا بقى كمان نزوّد عليها كركم وحبّة البركة والسمسم، السمسم ده كالسيوم طبعًا وزيوت، والكركم مطهّر ورافع مناعة، وحبّة البركة برضه رافعة مناعة، والكركم برضه على فكرة كمان بيزوّد الوزن، فهي خلطة كلّها على بعضها كده ممتازة، يعني خلطة رافع وزن ممتازة. نخلط بقى ده كلّه في العلف ونعمل الكلام ده مرّتين في الأسبوع، ما نكتّرش أوي عشان خاطر الخميرة والحلبة ما تعملهمش إسهال، هم مرّتين في الأسبوع. اخلطوا بقى الكلام ده على بعض واخلطوه على العلف واللي في المَيّة يتحط في المَيّة في نفس الوقت، واعملوهم مرّتين في الأسبوع واتفرّجوا على شكل الفراخ والوزن اللي هيفور معاكم. كمان عايزة أقول لكم إن أنا كنت باعمل لهم خلطة تانية، كنت بافرُم بصلة وباحط عليها السمسم وحبّة البركة والكركم، هي نُص معلقة صغيّرة من كل نوع على البصلاية دي، وكمان كنت باحط عليها معلقة عسل أسود على البصل، يعني البصلاية هافرمها واحط عليها معلقة عسل أسود واحط عليها نُص معلقة من اللي أنا قُلت لكم عليه ده اللي هو حبّة البركة والسمسم والكركم، وباقلّبها كويس، وبعد كده باقلّبها كلّها واغلّفها كلّها بالعلف واحطها لهم برضه مرّتين 3 في الأسبوع ما فيش فيها أي مشكلة خالص، دي يعني اللي أنا باقول لكم عليه الخلطة الأخيرة دي ما فيهاش أي حاجة خالص ممكن تعمل لهم إسهالات، فكانت برضه ممتازة، وبرضه من الخلطات اللي بتكبّر الوزن بشكل رهيب. دي يا جماعة اللي أنا كنت باعمله مع الفراخ الساسو، ده اللي أنا دايمًا باعمله مع الفراخ الساسو، وأي خلطات تانية يعني هو دي الدورة دي أنا عملت معاهم الخلطات اللي أنا قُلت لكم عليها دي، لكن في برضه خلطات تانية برضه لزيادة الأوزان، برضه إن شاء الله هابقى أعمل لكم بقى بيها فيديوهات يعني جاية تانية، ودي كانت خلاصة دورتي. يا رب بقى تكونوا استفدتوا، والعلف يا جماعة بس نسيت أأكد عليكم إن العلف لازم يكون من شركة كويسة، والفرخ يكون فرز أول يا جماعة، لو هتجيبوا ساسو يكون ساسو شيفر، لو هتجيبوا أي نوع طيور تانية يبقى لازم يكون فرز أول، وعلى فكرة بالمناسبة الخلطة دي تنفع لكل أنواع الطيور، يعني تنفع للفراخ البيضا، تنفع للفراخ البيضا، تنفع للبط، تنفع أي فراخ عندكم وزنها قليل، أي طير عندكم وزنه قليل استخدموا له على طول يا جماعة الخلطات اللي أنا لسه قايلة لكم عليها دي ممتازة، وصفة الحلبة ممتازة، ممتازة، دي مُعتمدة على فكرة يا جماعة، والعسل الأسود كل المزارع وكل الناس بتحطه، ممتاز، الحلبة بالعسل الأسود والخميرة والزبادي، يعني حاجات معروفة جدًا لزيادة الوزن. لو عندكم أي سؤال اكتبوه لي وأنا هارُد عليكم فورًا، ما تنسوش اللايك والاشتراك، أشوفكم إن شاء الله يا حبايب في فيديو جديد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ما تنسونيش بقى في دعوة حلوة لو أنتم كده يعني استفدتوا بأي حاجة خالص من الفيديو ولو بكلمة واحدة، فما تنسوش أختكم في الله بدعوة